في مرة بنت صغيرة اسمها ليلى كانت عندها 9 سنين. كانت بتحب تكتب في نوتة صغيرة كل الأحلام اللي نفسها تحققها. في يوم وهي قاعدة جنب تيتا نور على الكنبة سألتها: تيتا، هو في شجرة فعلا بتحقق الأمنيات؟ ضحكت تيتا نور وقالت: يا حبيبتي، بس مش أي أمنية. الشجرة دي ما بتسمعش غير الأمنيات اللي جاية من قلوب طيبة. ليلى قلبها دق بسرعة وعيونها لمعت، ومن ساعتها وهي بتحلم تلاقي الشجرة دي. في ليلة ساكتة طلعت ليلى على أوضتها، فتحت الشباك وبصت على النجوم. كتبت أمنية في النوتة بتاعتها وخبتها كويس، وكان القرار اتاخد: أنا لازم ألاقي الشجرة. تاني يوم راحت المدرسة، وزمايلها لاحظوا إنها ماسكة النوتة ومش عايزة حد يشوفها. بس واحد منهم اسمه تامر بدأ يغيظها: انتي كاتبة ايه، دعاء ولا سحر؟ ليلى خبت النوتة بسرعة ومشيت بعيد، بس قلبها فضل مقبوض. بعد المدرسة راحت لوحدها على الغابة. كانت أول مرة تمشي في السكة دي، بس كان جواها إحساس إن الطريق هيوديها للمكان الصح. وفجأة ظهر قدامها نور غريب، شجرة ضخمة أوراقها بتلمع دهب، والنسيم حواليها عامل زي الموسيقى. ومن قلبها طلعت روح الشجرة، كائن ناعم عينيه دهب وشعره من أوراق بتنور. قالت لها بلطف: تعالي احكيلي أمنيتك. ليلى قربت ومدت إيدها ولمست جذع الشجرة وقالت أمنيتها: نفسي تيتا تفضل بصحتها وتضحك على طول. الروح بصت لها ولمست جبينها، وظهر نور أبيض من قلب ليلى. فراشات نور خرجت من صدرها ولفت حوالين الشجرة. الروح ابتسمت وقالت: أمنيتك نقية وهتتحقق. لكن اللي ليلى ما كانتش تعرفه إن تامر كان بيراقب من بعيد وسمع كل حاجة. بس تامر نفسه كان جواه غل، وكان نفسه يطلب أمنيات بأنانية. ولما فكر بكده ظهر دخان أسود حوالينه، وخرج منه كيان اسمه ظل الأمنية السيئة. الظل مسك تامر وسحبه. ليلى سمعت صوته وجريت ورا الصرخة، وصلت وشافته متعلق في دخان غامق بيصرخ ومش قادر يتحرك. قلبها اتقبض، بس ما فكرتش، رمت النوتة وجريت عليه، طبطبت وقالت: أنا سامحتك يا تامر، وعمري ما كنت زعلانة منك قوي. وفجأة النور انفجر، والدخان الأسود اختفى، والظل داب واختفى مع الريح. تامر كان مش مصدق، بصلها وقال: أنا آسف. هي ابتسمت وسحبته عشان يقف، وروح الشجرة ظهرت تاني وادت لكل واحد منهم ورقة ذهبية. ليلى تمنت إن تيتا تكون صحتها كويسة ومبسوطة على طول، وتامر تمنى إنه يساعد كل طفل بيتعرض للتنمر. الشجرة نورها انتشر حوالين الغابة كلها، وفتحت لهم بوابة راجعة على البيت. رجعوا ولقوا تيتا نور فاتحة الباب ومبتسمة وحضنتهم هما الاتنين. تامر اعتذر وتيتا ابتسمت وقالت: القلوب اللي بتتغير أطيب من القلوب اللي ما بتغلطش. تاني يوم ليلى وتامر زرعوا شتلة صغيرة في حديقة المدرسة. الشتلة دي لمعت شوية وكأنها بنت الشجرة اللي هناك. ومن اليوم ده كل الأطفال بدأوا يكتبوا أمنيات طيبة وحطوها في صندوق عند الشتلة، وكل ليلة كانت تطلع نجمة جديدة في السماء من نفس المكان اللي خرجت منه الأمنية. وعاشوا مبسوطين، مش علشان الأمنيات اتحققت، لأ، علشان قلوبهم كانت طيبة، وده كان السر الحقيقي للشجرة. لو عجبتك الحكاية وممكن تقول أمنية من قلبك،
دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستناني في الكومنتات وقولي أمنيتك كانت إيه؟